مرحبا حبايبي، شلونكم؟ اخباركم؟ اتمنىكم تكونوا بخير وتشوفون فيديو اليوم. اتمنى الفيديو يعجبكم. رجعت لكم فيديو سريع مثل ما طلبتوا من يمي. اليوم عندي طلعت هاي الجنطه بيها ملابس السود، مثل ما تدرون جاينا محرم، فحبيت اطلع الملابس اشوف ايش عندي نقص حتى اروح للسوق واشتري. حبيت الملابس مالاتنا كلهن صغار لقيتهن بالنسبه للاطفال وبالنسبه لي همينه. فقلت لازم اروح للسوق اشتري قطع قماش، هم اخيط وهمينه اشتري حاضر اذا لقيت حلوات. هنا هاي عندي دجاج مفصلتها، بس حبيت انه اشارك وياكم الخياط مالتها، فجبت هذا الصدر الجاهز. خذيت القياس مالته وبديت افتح الفتحة مال الصدر وابدي اخيطها. هذا الصدر كلش حلو، وكان هالدجاجة مشتريتها حاضر من السوق. هم الخياط مالتها سهل وهم بسيط، وهم نفس الوقت تعطي الجمالية للدجاجة كلش حلوة. من اذا تجيبين هيجي انواع من القراجات، هم بسيط وسهل وهمينه تعطي جمالية كأنها دجاجة حاضر. هنا بديت ارتب الصدر الجاهز على الدجاجة، وبديت اثبتها بالدنابيس حتى تطلع عندي الخياط مالتها عدل، ما يطلع عندي اعوج، لان هذا الصدر يعني ما يتحمل انه تفتحين الخياط اذا طلع عندك عواج وتفتحين الخياط، لان راح يخرب يستلت عندك الدانتيل مالته. فلازم اثبته اول شي يا بدنابيس يا اكو قراج وجه وظهر تخلينه او تكوينه يثبت عندك همينه. فانا جبت الدنابيس وثبته، شفتها افضل الي، وبديت اخيط حتى يطلع عندي خياطي عدل من بداية، ما احب انه افتح الخياط مرة ثانية. خذيت هنا القياسات مالته، ما خليته من فوق، لا نزلته شوية. نزلته تقريبا اصبعين وبديت اثبت بالدنابيس. بعد ما خلصت الخياط هيش صار شكلها كلش حلوة، طلعت كانت دجاجة حاضر مشتريتها من السوق. هيش نوعيات الصدر مال الخياط كلش حلو يرتب الدجاجة. إذا عجبكم هذا الفيديو أتمنى تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. بعد سلام بنات.